السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يا رب تكونوا بخير وفي أفضل حال. إن شاء الله هنعمل مع بعض النهاردة كيكة التوفي وبكريمة الشوكولاتة. كيكة اقتصادية وجميلة جدا وإن شاء الله هتعجبكم. ما تنسوش تشتركوا في القناة وتعملوا لي لايك، ويلا بينا نشوف الطريقة. قبل ما ابتدي شغل هبتدي أحضر الصينية. هجيب صينية مقاس 24 وادهنها بقطعة زبدة. الزبدة بتبقى جميلة جدا، بتخلي الكيكة ما تلزقش في الصينية. بعد ما ادهنها كويس هبتدي اجيب شوية دقيق وارشها وابطنها كويس بالدقيق، والدقيق الزيادة هشيله منها. هكون محضرة بيضتين، وبعد كده انزل عليهم بشوية فانيليا ورشة ملح ومعلقة كبيرة خل. الخل هيخلي الكيكة معاكي هشة وجميلة. وهضرب البيض مع الخل والفانيليا كويس، وبعد كده هبتدي انزل بالسكر. هنزل ب3/4 كوباية سكر، وارجع اضربهم تاني مع بعض. وهبتدي انزل بالسوائل. هبتدي انزل بنص كوباية الزيت، وهنزل ب3/4 كوباية اللبن، وارجع تاني اضربهم بالمضرب واخلطهم مع بعض كويس. وهضيف معلقتين كبار كاكاو خام، بس قبل ما اضيفهم هنخلهم الاول عشان لو في تكتلات تفك من بعضها. وابتدي اخلطهم بالمضرب السلك. بعد كده هبتدي انزل بالدقيق وهنخله برضو. هنزل بالكوباية الاولانية وانخلها وادمجها الاول مع الخليط قبل ما انزل بالكوباية التانية. وهضيف كوباية الدقيق التانية، يبقى انا كده استخدمت كوبايتين دقيق بس. وهضيف لها معلقة كبيرة بيكنج باودر، وابتدي انخلهم وادمجهم مع بعض. وقبل ما اشتغل في الكيك انا شغلت الفرن علشان الفرن يبقى سخن قبل ما ادخل فيه الكيكة. واخلط الدقيق كويس لغاية ما يختفي في الخليط. بعد ما يختفي كويس هبتدي انزل بيه في الصينية. شايفين سمك العجينة عامل ازاي؟ بعد كده ابتدي اجيب الصينية اللي احنا جهزناها في الاول وانزل بيها. بنزل بالمعلقة السيليكون لانها بتساعدني ان انا افضي العجينة كويس جدا من الطبق. الفرن انا مسخناه ومظبطه درجه الحراره على 180. هبتدي اهز الصينيه واخبط فيها كده تخبطتين عشان الهواء يطلع منها، وهدخلها على الرف الوسطاني. اثناء ما هي بتستوي هبتدي اجهز التوفي اللي انا عايزه اعمله للكيكه. هيكون معايا كوبايه سكر ونص كوبايه لبن ومعلقه كبيره زبده. وبالنسبه لنص كوبايه اللبن هبتدي اضيف لها معلقتين صغيرين كريم شانتيه ومعلقه صغيره نشا، واقلبهم مع بعض. بعد كده هكون محضرة كسرونة وحطها على البوتاجاز، وهبتدي انزل بكوباية السكر في الكسرونة. في الاول هكون معلية النار، وهبتدي اهز الكسرونة علشان اوزع السكر فيها، واسيبها على النار على نار عالية شوية لغاية ما يبتدي يسيح. اول ما هيبتدي يسيح هبتدي اوطي النار عليه واقلبه بمعلقة خشب علشان السكر كل حبيباته تسيح معايا وتبقى كراميل. هنا السكر ابتدى يسيح. هبتدي بالمعلقة الخشب اقلبهم كلهم مع بعض، وابتدي اوطي النار عليه، وابتدي اقلب شوية بشوية كده لغاية ما كل كمية السكر اللي معايا تسيح. كده خلاص كل حبيبات السكر دابت واتكرملت. هبتدي انزل بمعلقة كبيرة زبدة. بمجرد ما انزل بمعلقة الزبدة ابتدي اقلبها في الكراميل. وانتي بتعملي الكراميل استعملي معلقة خشب ايديها طويلة، يفضل يعني علشان ايه وانتي بتحطي الزبدة او بتضيفي اللبن. الكراميل مع السخونية الشديدة ممكن ان هو يطرطش شوية. وهنقلب لغاية ما الزبدة تسيح. بعد كده هبتدي اوطي النار وانا بنزل باللبن على الكراميل، ما تخليش النار عالية. وهقلب اللبن بالنشا بالكريم شانتيه قبل ما انزل بيه على الكراميل.
انا وطيت النار وهبتدي انزل واحدة واحدة، مش هنزل بكل الكمية مرة واحدة، وابتدي اقلب وانزل بشوية اللبن التانيين لغاية ما اخلص الكمية كلها. لو لقيتي الكراميل حجر معاكي عادي، مفيش اي مشكلة، احنا موطين النار وواحدة واحدة لغاية ما يدوب خالص. كده ضفت كل كمية اللبن، هبتدي اقلب وواحدة واحدة هيبتدي الكراميل كله يدوب في اللبن. الكراميل داب في اللبن، هبتدي انزل بشوية فانيليا واقلبها تقليبة، وبعد كده اطفي النار عليها. وبكده التوفي بقى جاهز، هفضيه واسيبه يبرد. بعد كده هنبتدي نجهز للخطوة اللي بعد كده. هجيب حلة وهنزل بكوبايتين ونص لبن، انا بقصد باللبن اللي هو الحليب، وهنزل عليهم بنص كوباية سكر، وهضيف لهم معلقتين كبار ونص نشا، وهضيف لهم معلقتين كبار كاكاو خام، وابتدي اقلب كل المكونات مع بعضها وابتدي ارفعها على البوتاجاز. وهستمر في التقليب لغاية ما قوامها يبقى سميك. اول ما قوامها يبتدي يبقى سميك وتبقى داخلة على غليان، هبتدي اضيف لها الفانيليا واطفي النار. بعد كده هضيف لها معلقة كبيرة زبدة واقلبها لغاية ما تسيح وتختفي في الكريمة. هضيف لها اخر اضافة، هضيف لها 60 جرام شوكولاتة خام، لان الشوكولاتة الخام بتعزز طعمها وبتخلي طعمها اجمل. وافضل اقلب فيها لغاية ما الشوكولاتة كلها تسيح وتندمج مع كل الكريمة. وبكده الكريمة بقت جاهزة عندي. الكيكة استوت، وعلشان اختبرها واعرف انها استوت كويس هحط فيها العصاية بتاعت شيش الطاووق، وبمجرد ما تطلع العصاية فيهاش اي عجين تبقى كده الكيكة استوت. بعد كده هبتدي اعمل فتحات في قلب الكيكة. هتجيبي اي اداة من ادوات المطبخ اللي عندك وتبتدي تستخدميها بالطريقة اللي انت شايفاها دي كده، وتعملي بيها فتحات. انا بحركها بالطريقة دي لان الكيكة هشة جدا، فبحركها بالطريقة دي علشان تديني الشكل الدايرة وتطلع مظبوطة. وهعمل الفتحات كلها بنفس الطريقة. بعد ما خلصت كل الفتحات في قلب الكيكة، هبتدي اجيب الطوفي اللي احنا عملناه وابتدي اوزعه في الفتحات. وما تقلقيش من شكل الطوفي اللي هو طلع بره الفتحات دوت، مش هيأثر على شكل الكيكة. وهحجز جزء من الطوفي، مش هنزل بكل الكمية في الكيكة. بعد كده هبتدي اجيب كريمة الشوكولاتة وهبتدي اقلبها تقليبة، وبعد كده هنزل بيها فوق من الكيك. وهوزع كريمة الشوكولاتة بالتساوي فوق من الكيكة. وهسيب الكيكة تبرد على مهلها خالص، وبمجرد ما تبرد هنبتدي نكمل التزيين بتاعها. هكون بشرة شوكولاتة خام وابتدي اوزع الشوكولاتة الخام عليها. ما توزعيش الشوكولاتة الخام وهي سخنة، لان ساعتها الشوكولاتة هتسيح، علشان كده بسيبها تبرد كويس وبعد كده ابتدي اوزع الشوكولاتة الخام عليها. هجيب التوفي اللي احنا كنا حاجزينه على جنب، وهجيب كيس من الاكياس الحلواني وابتدي افضي فيه كل التوفي. وهقفل الكيس كويس من فوق، وابتدي اجيب المقص واقص جزء صغير من تحت، وابتدي اوزع التوفي فوق من الشوكولاتة الخام زي ما انتوا شايفين كده بالشكل اللي انت تحبيه. هعمله مربعات. بعد ما اخلص الخطوط اللي بالطول هعملها بعد كده بالعرض، وهدخلها التلاجة لمدة ساعتين.
بعد ما طلعتها من التلاجة وقعدت لمدة ساعتين هبتدي اجيب السكينة وابتدي افك الجناب بتاعتها كده بالشكل اللي انتوا شايفينه عشان ابتدي اقدمها. بعد ما سلكت الجناب كلها هبتدي افتح القالب من الجنب وابتدي اطلعه بالراحة. شايفين شكلها عامل ازاي من الجنب؟ طبقة الكيك وفوق منها الكريمة وفوق منها الشوكولاتة بالكراميل. انصحكم فعلا انكم تعملوها لانها جميلة جدا وان شاء الله هتعجبكم. ما تنسوش تشتركوا في القناة وتعملوا لي لايك واشوفكم على خير.